بعد إنجاز استراتيجية الخارطة الذهنية في التواضع، درس التواضع تربية إسلامية، سنمر إلى استراتيجية عباءة الخبير. هل تعرفون هذه الاستراتيجية؟ سأفسر هذه الاستراتيجية. سينقسم القسم إلى 3 مجموعات: المجموعة أولى، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة. كل تلميذ من كل مجموعة سيرقم من 1 2 3 4. مثلا رقم 1 من كل مجموعة سيفسر مفهوم التواضع. كل تلميذ رقم 2 من كل مجموعة، مجموعة أولى، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة، سيعطينا مظاهر التواضع على الفرد. تلميذ رقم 3 من كل مجموعة سيعطينا مظاهر التواضع على المجموعة. تلميذ 4 من كل مجموعة سيعطينا فوائد التواضع على الفرد. تلميذ 5 من كل مجموعة سيعطينا فوائد التواضع على المجموعة. تلميذ 5 أو 6 من كل مجموعة سيعطينا كيف نحافظ على هذه القيمة النبيلة. بعد ذلك سيتجمعون رقم 1 من كل مجموعة في فريق لوحدهم، وسيخرج منهم قائد لكي يعطينا مفهوم التواضع بعد أن يحصل النقاش فيما بينهم. نفس الشيء في مظاهر التواضع على الفرد، وعلى مظاهر التواضع على المجموعة، ومظاهر التواضع وفوائد التواضع على الفرد والمجموعة، وكذلك كيف نحافظ على هذه القيمة النبيلة. بسرعة. خرج كل قائد من كل مجموعة. المجموعة الأولى القائدة ستحكي لنا عن مفهوم التواضع. مفهوم التواضع هو إظهارية التنازل على المرتبة لمن يريد التعظيم. التواضع صفة محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو إلى المودة والمحبة والمساواة بين الناس ونشر الترابط بينهم، ويمحون الحسد والبغض من نفوس الناس. أحسنت. إذن هناك بعض الأخطاء اللغوية سنصلحها فيما بعد. إذن المجموعة الثانية ستحكي لنا عن مظاهر التواضع. مظاهر التواضع بين مع الخلق والرفق بهم والشفقة عليهم والخفض المجيد بهم والرقافة والرحمة بهم والجهالة في الليل. أحسنت. الآن فوائد التواضع على الفرد. فوائد التواضع على الفرد: يساهم التواضع في تعزيز التواصل الفعال، الاحترام المتبادل بين الأفراد، مما يساهم في خلق بيئة اجتماعية ملائمة. تعزيز النمو الشخصي، يساهم التواضع في نمو شخصية الفرد وتطورها الذاتي. يساعد التواضع على التعلم مع الآخرين والاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم، ويساهم في توسيع آفاق الفرد وتحقيق تطورها. أحسنت. الآن فوائد التواضع على المجتمع. فوائد التواضع على المجتمع: فوائد التواضع على المجتمع فيض رضاء الله سبحانه وتعالى، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
بأعضاء صفة. أحسنت، بأعظم صفة من صفات حسن الخلق. أحسنت. الآن سيحكي لكم زميلكم كيف سنحافظ على هذه القيمة النبيلة ونحميها من الاندثار. ارفع صوتك. صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ماذا يقول رسول الله؟ من تواضع رفعه. أحسنت. إذن إن كل ما يتفاخر به الناس. أحسنت. بعد ذلك، بعد الانتهاء من النقاش وخروج كل قائد من كل مجموعة، سينتهي بتقييم لكل التلاميذ. أنجزت لكم تقييم على الجوجل فورم، يعني تطبيق في الانترنت. بحكم أن ليس لدينا انترنت وليس لديكم انترنت في المنزل إلا تلميذة فقط اللي هي شهد، اخترت أن أطبع هذا التقييم وأقدمه لكم بعد النقاش. واضح؟ نبدأ العمل. بعد انتهاء من استراتيجية عباءة الخبير سننجز تقييما أنجزته لكم بالجوجل فورم. بحكم أن ليس لديكم انترنت طبعته لكم لتنجزوه الآن على الورقة. السؤال الأول: ما هو التواضع؟ السؤال الأول طلب منكم البريد الإلكتروني، ليس لكم بريد إلكتروني. السؤال الثاني: ما هو التواضع؟ خلال ما درسناها. السؤال الثالث سونيا هو: من مظاهر التواضع ستختارون الإجابة الصحيحة. السؤال 4 شاهد ماذا هو من فوائد التواضع ستضعون علامة على ما يناسب. سلسبيل ندير الورقة. السؤال الخامس في فقرة صغيرة: كيف سنحافظ على التواضع؟ وشكرا لكم.